يا الله. يقولون هاي اكو عجوز راحت القصر فرعون وكاظة بيتها صخلة ميتة. اجت للقصر ودقت الباب. طلع هامان الوزير مال فرعون، قال ها حجي اشتردين امر خدمة. قالت له اجيت الى ربي وربك، الى فرعون، اريد يحيي هاي الصخلة. هاي الصخلة بس هي عندي وعيشت عليها، اريد فرعون يعيدها للحياة. يقول لك هامان قالها حجية ان فرعون حاليا مشغول بخلق الابل، جاي يخلق بعران، ما فارغ للصخلة مالتك. يقول لك الحجية همين صدقت، اخذت الصخلة خلت وراحت. بالليل فرعون سأل هامان قال له شنو الاوضاع، شكو ماكو اليوم؟ هامان قال له والله هيك وهيك السالفة، اليوم اجت عجوز وبيتها صخلة ميتة وقالت اريد فرعون يعيدها للحياة. يقول لك فرعون قمز وصار وجهه اصفر لين يضرب روحه كل شي ماكو. قال له وبعدين ايش سويت؟ قال له قلت لها ان فرعون حاليا مشغول بخلق الابل. يقول لك هنا فرعون ردت له الحياة. قعد وقال له ايه يا هامان، لو تدري ايش قد صعب خلق الابل. يقول لك هامان التفت له قال له علينا يا فرعون، هسه على الحجية عبرت اللي تعبرها علي هي مال دروب. فالسؤال اللي يطرح روحه ويتمرغل بالقاع، فرعون لو ما لاقي له ناس غشمه جواه همين قال انا ربكم الاعلى. لذلك القرآن كلش بديع، يقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بالله عليكم أنا أريد أسألكم سؤال، أكو عندنا من هاي النماذج الفرعونية بالمجتمع لو ماكو؟ اللي يستخف بعقول الناس واللي يضحك على الذقون. قبل سنوات طلع شيخ معمم تعرفونه اسمه أبو شكليته، وقاعدين جواه 100,000 شخص حسب كلامه هو. يقول لهم اليوم جايب لكم طن وربع شوكليت، وشوكليته وحده تشافي لها عشيرة كاملة. بربكم هذا الكلام معقول؟ واذا ما تصدقون سمع. لذلك شوكليته واحدة، والله شوكليته واحدة تشافي عشيرة بكاملها. فهذا الشوكليت، هذا الشوكليت اللي موجود اللي هو طن وربع، لكن صدقوا أكرر العبارة وأنا مسؤول عنها، والله العظيم الشوكليتة الوحدة تعالج قبيلة كاملة، لأن الله أرحم الراحمين. ما دامت الأمور من الله فلا استغراف في. صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. الله أكبر على راسك. هسه حتى لو كل واحد لحسه هم تخلص هاي الشوكليته. زين اذا شوكليته وحده تشافي لها قبيله كامله، شكو جايب لك تريلا مال شوكليت طن وربع. والعجيب بالامر الناس مصدقه. شلون الحجيه مصدقت بين فرعون يخلق الابل؟ الناس مصدقه، ومن ينزل من المنبر الناس تتبرك بيه وتاخذ عرق من قصته بكلنسه، ويجيبون بطاله مال ماي شراب وهو يتفل بيهن وهم يشربون للبركه. عجيب. المهم شيخنا كمل، ايش بيها جارتك يا تافل عليها؟ والله تخطر جيراننا مرة كبيرة، سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه كان يطلع يفتح حسينيات. يقول فد يوم السيد جل المدينة فتح حسينية، يقول الناس مخبوصة، تقول أنا منا ومنا ومنا، ركضت فحطيت صرت قدامه، قال لي ها بابا اشتر دين. قلت له سيد ادفل عليه. اوف ينعل شكلك. هاي الطلبات كلها وقفت، سيد اشتر دين. ادفل عليه. ليش تدفل عليه؟ هاي الدونية من زرعها بينا؟ جمعنا اطفال؟ مع احترامي للخيرين، من وصلنا هاي الحالة؟ مراجع كبار يرفض أن تقبل يده، ورادود توه مبتدئ يتقدمون قدمه. شنو هالتناقض هذا؟ يا بليش يقول مبتشانة؟ هذا يكفي يكفي. المهم اخواني، لكن اليوم من خلال الكلام ونقد الظواهر السلبية والخدع والبدع، اليوم طلع أحد الرواديد على المنبر وإجاله أحد الأشخاص جاب له جلاس مال ماي، قال له ملا أريدك تتفل بيه للبركة. لكن الرادود أخذه ومسحه بالمنبر، قال له المنبر أبرك مني. اسمع.
ينعل شكلك. يقول له لا ملا، يقول له لا تمسحب المنبر، انا اذا اتبرك بيك. وطبعا هاي طامة كبرى، ان تترك اللب وتتمسك بالقشر. وعلى طار القشر، اكو ضابط ميت من الجوع، قاتل الجوع. قال للشرطة ماله، قال له وليدي اريدك تجيب لي حج احمد. هو يقصد هذا القطين الشوندر اللي يشبه البطيخ. فالشرطة افتهمه غلط. الشرطة راح لسوق، اكو تاجر بالسوق اسمه حج احمد مشهور، قضلك حج احمد شتفه وجيبه للمركز. قال له سيدي جبت حج احمد. الضابط قال له قشره. الشرطة ظل صافن، قال شلون قشره؟ المهم نزع ملابسه، اجاله قال له سيدي قشرته. الضابط قال له حطه بالجدر. الشرطة ظل محتار، قال شلون احطه بالجدر؟ يا جدر اللي يكفيه. المهم جاب له جدر كبير، حط حج احمد بالجدر. قال له سيدي حطيت حج احمد بالجدر. قال له سلقه. هنا الشرطة ظل واقف وصافن، قال اذا اسلقه يموت، خطية هذا الرجال المسكين. دخل للضابط قال له سيدي، قال له خطية يموت. الضابط تعجب، قال له ولك شنو اللي يموت؟ قال له حج احمد. يقول لك طلع الضابط لقى الرجال مصلخ وقاعد بالجدر. قال له ولك ايش سويت؟ من اشتعل جدك حركت الرجال. فاحنا سالفتنا نفس سالفة الشرطي، همين مفتهمين السالفة غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال بوي انا رايح وتارك فيكم الثقلين، كتاب الله والعترة، اذا تتمسكون بيهن اموركم تمشي على خير وما تشوفون الشر بحياتكم. احنا عفنا كتاب الله وعفنا العترة وتمسكنا بالرادود والخطيب، شبعنا تفالات وكل خير ما شفنا. ليش؟ لأن عفنا الأصل وتمسكنا بالفرع، عفنا اللب وتمسكنا بالقشر. والله العظيم أحد الأخوة يسولف، يقول رحت للنجف أنا وصديقي، يقول يم الإمام علي عليه السلام كلش. يقول مرة الشيخ حبيب الكاظمي، يقول صديقي قال له شيخنا ادعي له ياك فدوة. يقول الشيخ تعجب، التفت له قال له عمي، يقول يا الله هذا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أبا الحسن والحسين، هذا قاضي الحوائج بصفك، وتطلب مني أنا العبد الحقير أن أدعي لك؟ هذا شلون كلام؟ فعلا اخوان الناس رايحة مدري وين، الناس عايفة الشمس وتدور بالظلام. شلون هذا واحد بالنجف اسمه ابو شاجور، اسمه ابو كلاشنكوف، ما ادري شو اسمه سيدنا مين بأبو تفيجة بعد روح ابو تفيجة من نجف، من السالفة مين بأبو تفيجة. هذا مقام بطريق الإمام علي، مقام وانت رايح تلقى مقر إقبال سيد النوري، هذا تهدمت المقبرة وهو بقى يعني بالطريق. ناس من النجف، كوفة، عباسيات، حرية، تأتي تزوره ما تزور الإمام علي عليه السلام. أيها الأحبة بالنجف أيها الأعزاء، أنا مدينة العلم، مدينة الخير، مدينة الحكمة، مدينة الشفاعة، مدينة النور، وعلي بابها. لكن الناس ما ادري وين تروح. والله العظيم جاي الاحظ بعض الاشخاص ينشر منشور يقول اخواني انا متوجه الى كربلاء او متوجه الى بيت الله، اسالكم الدعاء. ادري انت راح تلعب دعاء ولا راح تزور الامام الحسين؟ يعني هل قد ما عنده ثقه بالامام الحسين، رايح للامام الحسين عليه السلام ويقول لهم اسالكم الدعاء. هذا الذي قال عنه الامام الصادق عليه السلام ان الدعاء مستجاب تحت قبته، وانت تطلب من الناس ان تدعي لك؟ هذا شلون كلام؟ حشيش هذا، حشيش هذا. ما عنده ثقه بالامام الحسين عليه السلام. صح هو يروح يزور ويطوف ويبوس الشباك، ولكنه من يرجع يشتري له خرزة مال رزق او يشتري له حصوة مال تسهيل امر. شلون هذا واحد راح للشيخ قال له شيخنا انا رزقي قليل واريدك تسوي لي حل. الشيخ كتب له آية قرآنية وقال له حطها بجيبك. قال له بعد شحط؟ قال له حط شيء بالخل فوق. قال له ولك هذا كلام الله، هذا بيه الرزق وبيه الشفاء وبيه كل شيء وكلا شيء. انت ما عندك ثقة بكلام الله؟ تريد لك مثلا حصوة طابوقة تحطها بجيبك تمشي بها امورك؟ المهم اخواني لا اقلكم ولا تقولوا لي، احنا سالفتنا مثل سالفة ذاك الفلاح اللي اجى للطبيب. الطبيب قال له ايش عندك؟ الفلاح قال له عندي طلي وصخلة و4 دجاجات.
بالله عليكم ايش قد عندنا من البشر مطايف؟ والله الصراحة يا اخوي هواي ما اقدر اعدتهم، بس تقريبا هيك بيهم طن وربع مال شوكليت